السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا زي ما عودتكم قبل ما اخش في موضوع الفيديو بتاعي النهاردة، بحب افكر كل اخواتي ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو، لان الفيديو بيساعد على انتشار الفيديو، على الانتشار وان هو يوصل لاكبر عدد من الناس اللي مهتمية بالسفر واستخراج الفيز وتعديل الاوضاع والاقامات في دول اوروبا وامريكا وكندا واستراليا. واعمل سبسكرايب للقناة، سيب لي اي استفسار حضرتك عايزه سيبه لي في الكومنت، وانا برد الحمد لله على 100% من الكومنتات. يلا بينا عشان خاطر وقتكم نسمي الله ونخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. موضوع الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، انا هتكلم عن الاختلاف ما بين فيزا امريكا وفيزا كندا، فيزا استراليا، فيزا انجلترا. طبعا دول يعتبر هم اقوى 4 فيز على مستوى العالم على الاطلاق. طبعا بيجي بعديهم دول الاتحاد الاوروبي. بس انا النهارده موضوع الفيديو بتاعي عن ايه هي الفيز وايه هي المقومات اللي تكون موجوده فيك علشان تقدر تاخد كل فيزا من الفيز اللي انا هتكلم فيهم النهارده على حده. هقول تاني يا جماعه، النهارده موضوع عن فيزا امريكا، فيزا انجلترا، فيزا كندا، فيزا استراليا، اللي هي الدول اللي هي ايه الموضوع بالنسبه لنا بيبقى صعب جدا جدا ان احنا ايه اول ما بنسمع اسمهم بنتخض. فركز معايا قوي عشان ان شاء الله هجيب لك الخلاصه بتاعه الفيز النهارده في الفيديو ده، واحاول الم لك الدنيا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. كلهم يا جماعه، كل ال4 فيز اللي انا قلت عليهم دول بيتوافقوا في نقطه واحده بس، وهي ما ينفعش تقدم عليهم وانت باسبورك ابيض. لازم يكون في باسبورك متظفر اختام، ويفضل طبعا ان انت يكون معاك فيزا او 2 او 3 او 4 من دول الاتحاد الاوروبي. كل ده هيقوي موقفك جدا جدا في ال4 سفارات اللي انا قلت عليهم. فنقطة رقم 1، ما ينفعش تقدم على اي فيزا من الفيز دول وانت باسبورك ابيض. هتيجي حضرتك تقول لي اصل انا اعرف واحد، اعرف 2، اعرف واحد خدهم على باسبور ابيض. انا بتكلم يا جماعة ان جنرال، وبرضو دي وجهة نظر، والقرار قرارك انت حر في فلوسك. انت اللي هتدفع فلوس المقابلة، انت اللي هتدفع فلوس الابليكيشن، او حتى لو انت هتتعامل مع مكتب وترجمة اوراق وقصة حضرتك عايز فلوس، مفيش مشكلة. دي مجرد وجهة نظر انا بقولها، والقرار الاول والاخير ليك انت. طيب، ده النقطة اللي بيتلاقى فيها كل الفيز اللي انا قلت عليها دي. يجي في المقام الثاني همسك على فيزا امريكا. فيزا امريكا بتكون المقومات فيها عبارة عن حاجتين. هي رقم 1، كيفية املاء استمارة الدي اس بطريقة احترافية، وتبقى عارف انت بتكتب ايه ومركز في التواريخ كويس جدا جدا جدا. لان انا بالنسبة لي ليا وجهة نظر، الدي اس هي تمثل بالظبط كده 50، لا بل بالعكس 60% من قبولك او رفضك في السفاره الامريكيه. فلازم لازم تملا الدي اس باحترافيه وبشكل كويس جدا وما يكونش فيه كذب. رقم 2، تكون حضرتك انت اللي بتملا استماره الدي اس مش مكتب، ولو مكتب هو اللي بيعمله فيا ريت بقى قبل ما يقدم لازم تقراه ولازم تعرف هو كاتب ايه، علشان 99.9 من المقابله بتاعه القنصل هتكون في الاستماره اللي حضرتك ماليها اللي هي الدي اس. فانت لو حافظ دي كويس، انت هتقف قدام القنصل وهتتكلم من غير اي تردد، وده هيوصل له احساس ان انت مش متوتر، وان انت فعلا هتستخدم البي 1 بي 2 في السياحه فقط، ومش هتروح هناك تكون مشروع مهاجر. ده بالنسبه لفيزا امريكا. النقطه الثانيه فيزا امريكا، وهي طبعا المقابله الشخصيه. ايه الحاجات اللي انا اقدر انصحك بيها؟ انت بتعرف تتكلم انجليزي بنسبه 100%، اعمل المقابله بالانجليزي. بتتكلم انجليزي 99.9، اعمل المقابله بالعربي. انا شخصيا، وقلت ونديت اكتر من فيديو، قلت انا شخصيا كنت عامل المقابله باللغه العربيه، والحمد لله ربنا شاء واخدت الفيزا ومفيش اي مشاكل. فدي النقطه رقم 2. رقم 3، هي بتبقى موجوده في فيزا امريكا بالذات يا جماعه، وهي الحظ. لو ربنا شاء هتاخد الفيزا، لو ربنا مش شاء مش هتاخد الفيزا. فامريكا بالذات عن بقيه الفيز اللي هتكلم فيها هي الحظ. يبقى دي 3 نقط متوقفة على فيزا السياحة لأمريكا. رقم 2 هنتكلم على فيزا كندا. رقم 1 في فيزا كندا، لو حضرتك معاك فيزا أمريكا فأنت 100% هتاخد فيزا كندا. أنا حصل معايا كده وخدت الحمد لله فيزا كندا إلى انتهاء مدة الباسبور، وكمان خدتها دخول متعدد. انا اسف يا جماعه. وكمان خد الكبيره عندك، والله العظيم 3، انا لما جيت قدمت في كندا ما قدمتش كشف الحساب البنكي بتاعي اصلا. تمام.
وانا لان انا كان معايا فيزا امريكا. فيزا امريكا يا جماعه هي مفتاحك لفيزا كندا. فيزا امريكا، معاك فيزا امريكا، قدم حالا على فيزا كندا وهتاخدها. هتقول لي معيش كشف حساب بنكي دلوقتي، انا بقول لك عن تجربه شخصيه وانا مسؤول على اللي انا بقوله. هتاخد فيزا كندا لو معاك فيزا امريكا ولسه ساريه، ويا سلام بقى لو دخلت امريكا وطلعت كمان، فانت هتاخدها. كل اللي انت هتقدمه هتملى الابلكيشن بتاعك عادي جدا، والحاجه الوحيده اللي انت هتقدمها هي الاتش ار. طبعا كل حاجه اونلاين يا جماعه، مفيش حاجه باي هاند. فانا والله العظيم ده اللي حصل معايا. طيب احمد انا ما معيش فيزا امريكا. دلوقتي هنخش ان انت لازم بسم الله الرحمن الرحيم يكون معاك ما لا يقل عن 10,000 دولار كندي، يكون عندك املاك، عربيه، بيت، الكلام ده كله، يكون انت شغال في شغله بتشتغل، ويفضل ان انت الشغل ده تكون موجود فيه اكتر من 4-5 سنين فيما فوق. يا سلام كمان لو انت عندك البيزنس الخاص بتاعك، وطبعا عندك السجل التجاري والبطاقه الضريبيه بتاعتك. دي فيزا كندا باختصار شديد. اهم حاجه الفلوس، اهم حاجه الممتلكات، وطبعا الاسباب اللي حضرتك هتقدمها وتثبت للقنصل ان انا هرجع تاني، وهي الشغل ان انا لسه مستمر فيه، عندي اطفال انا سايبهم ورايح اتفسح فعلا راجع تاني. الاسباب اللي هي كلنا بنقدمها عشان نثبت للقنصل ان انا شخص مش مشروع مهاجر، وان انا فعلا رايح البلد بتاعتك اتفسح. دي بالنسبه لفيزا كندا. والمعلومه اللي عايز اقولها عشان خاطر وقتكم، معاك فيزا امريكا قدم حالا على فيزا كندا. ده رقم 2. هنتكلم بقى على انجلترا. انجلترا يا جماعه فيها شويه من دول الاتحاد الاوروبي، مفيش اختلافات كتير، بس يفضل طبعا ان انت يكون معاك نفس زي ما قلت لكم فيزا اتحاد اوروبي، تمام، ويكون معاك بقى مثلا امريكا كندا. قدم على انجلترا، لا ان شاء الله هتاخدها. وبرده اهم حاجه في فيزا انجلترا هي كشف الحساب البنكي، وان انت يكون فعلا كشف الحساب البنكي موجود فيه الراتب اللي بينزل لك من الاتش ار، او المرتب اللي انت هتحصل عليه اخر شهر. لان اهم حاجه في فيزا انجلترا هي كشف الحساب البنكي، لازم بيكون مرتب بترتيب معين وبشكل معين علشان خاطر تتقبل. وكشف الحساب البنكي في فيزا انجلترا ان شاء الله هعمل عنه فيديو مفصل عشان افهم الناس الموضوع هنا ايه، لان هو ده يعتبر هو مفتاح فيزا انجلترا. استراليا برضو نفس الكلام يا جماعه، ما بتفترقش عن كندا كتير، يعتبر هي نفس الكلام برضو. بس هنا الموضوع ان انت بتاخدها اونلاين، مش بتبقى ستيكر مطبوع على الباسبور. ومده ان انت بتاخد الفيزا بتكون اقل من كندا. يعني كندا انا تقريبا خدتها 6 سنين او 5 سنين لغايه انتهاء الباسبور، عاملينها لي باليوم والله العظيم يا جماعه. استراليا لا، ممكن الموضوع يبقى اقصى حاجه يعني بيخش 6 شهور سنه، ده لو انت ورقك جامد جدا وعندك ترافل هيستوري كويس جدا. طبعا يا جماعه الفيديو اللي انا عامله النهارده هو عن فيز السياحه فقط. واي حد عنده اي سؤال يا جماعه في الموضوع الفيديو بتاع النهارده، يا ريت يسيب لي التعليق بتاعه في الكومنتات وانا هرد عليك. انا الحمد لله برد على كل الناس. وما تنساش تعمل لايك للفيديو والسبسكرايب يا جماعه، واشوفكم في الفيديو بتاع بكره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.